السلام عليكم. النهاردة بتاريخ نزول الحلقة هيكون أول فيديو في سلسلة خاصة بتعليم العملي. هينزل كل أسبوع فيديوهين. هنشتغل قسم قسم، يعني هنشرح كل السكاشن العملي الخاصة: قسم بطن وجراحة، قسم أطفال، وبعدين قسم نسا، وبعدين قسم مسنين. يعني هنمسك كل قسم ونشرح كل الإجراءات العملية اللي ممكن تتعمل، فخليك متابع أول بأول علشان ما يفوتكش أي معلومة ممكن تفيدك. انزل دلوقتي تحت الفيديو، اعمل اشتراك وفعل زر جرس الإشعارات واضغط لايك وسيب تعليق لو في أي حاجة محتاج تعرفها أو تستفسر عليها. وبس كده. الفيديو ده هيكون خاص بقسم أطفال، وهنعرف النهاردة إجراء بسيط مش معقد خالص، وهو قياس نمو الطفل Growth Measurement. باختصار هي شوية قياسات بنعملها علشان نعرف هل الطفل بينمو طبيعي ولا لا. واحنا هنا هنقيس 4 حاجات علشان نعرف نحدد النمو الطبيعي. اول حاجة وهي infant weight، ودي اللي هنشرحها النهاردة. تاني حاجة اللينكس. تالت حاجة البادي هايت. رابع حاجة الهيد circumference. طيب الانفانت ويت، ليه ضروري اننا نقيس وزن الطفل؟ علشان 4 حاجات بس: نعرف الأطفال المعرضة للخطر، ونتابع نمو الطفل، وكمان علشان نقدر نتحكم في وزن الطفل لو زاد أو نقص، وكمان أهم حاجة علشان نعرف جرعة الدواء المناسبة. بالنسبة للأدوات اللي هنستخدمها: 1. measuring tape. تاني حاجة ورق علشان يتحط على الميزان للحماية. تالت حاجة ميزان مناسب لحجم الطفل. لو الطفل قادر على الوقوف هنستخدم ميزان عادي واقف standing scale، ولو الطفل أقل من 2 سنين هنستخدم ميزان أفقي flat bane scale، ولو الطفل طريح الفراش هنستخدم ميزان معلق sling scale. رابع حاجة قطن وكحول للتنظيف. كده معانا الأدوات، ندخل بقى على الخطوات. أول حاجة هنعملها وهي الهاند واشنج قبل ما نتعامل مع الطفل. تاني حاجة هجهز الميزان المناسب لعمر الطفل. تالت خطوة هتأكد من هوية الطفل وهشرح الإجراء اللي هيتعمل للأب والأم. رابع خطوة هحط الميزان على سطح مستوي وأتأكد إنه مظبوط على الصفر، وبعدين أبدأ أنظف الميزان بقطن وكحول. خامس خطوة هحط الورق على الميزان. سادس خطوة هعمل ريموف للملابس بتاعة الطفل، ولو لابس حذاء هشيله، وبعدين هحطه بالراحة وبطريقة آمنة على الميزان. وعلشان نحرص على سلامة الطفل هنحط ايدينا فوقيه أثناء القياس. سابع خطوة هنشوف الوزن بدقة، ولازم نتأكد ان الطفل ثابت علشان ناخد القراءة صحيحة. تامن خطوة هنرجع الطفل بأمان لسريره، ونرجع الأدوات لأماكنها بعد ما نعمل لها كلين. وبس كده، ما فضلش غير انك تعمل الحاجات الأساسية اللي بتتعمل بعد كل بروسيجر: ريكورد، ريموف، اند هاند واشنج. وكده نكون عرفنا ازاي نقيس وزن الطفل. ما فضلش غير 3 حاجات هنعرفهم ان شاء الله في الحلقات الجاية. شكرا جدا على المشاهدة.